اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم رايح جاي مع عبد الله الجيهة، القناة اللي بتقدم لكم كل جديد عن الفنانين والمؤثرين والمجال الفني باسلوب خفيف وبسيط على قلوبكم. لو اول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شهر رمضان يا جماعة هو شهر الخير واللمة والذكريات الجميلة، ويا رب بلغنا رمضان وكل سنة وانتوا طيبين. وطبعا رمضان ما ينفعش يمر من غير برنامج رامز جلال اللي بيشغل السوشيال ميديا كل سنة واللي كلنا بننتظره سواء من باب الضحك او الفضول. وخلينا نتكلم النهاردة عن احدث اعماله، البرنامج اللي قلب الدنيا، رامز تحت الصدمة. كل سنة بنقول رامز مش هيعرف يقدم فكرة جديدة لكنه بيرجع يصدمنا، والبرنامج السنة دي بعنوان رامز تحت الصدمة، ومش اسمه مؤكد ولكن بعض الاحتمالات بتقول ان هو هيكون بعنوان رامز تحت الصدمة، وكل تفاصيله معمولة عشان تلعب على اعصاب الضيف وتاخده في رحلة مرعبة لدرجة انها ممكن تخليه ينسى الكاميرات تماما. وفكرة البرنامج السنة دي قايمة على ان الضيوف بيلاقوا نفسهم في موقف حقيقي صعب جدا، والمقلب بيتصاعد بطريقة تخليك فعلا تحس انك مش فاهمان. ورامز ما رحمش حد السنة دي. خلونا نتكلم بصراحة، رامز جلال قدر خلال اخر 10 سنين يعمل لنفسه علامة مميزة جدا في عالم برامج المقالب، وبدأ بفكرة بسيطة ونجح انه كل سنة يطور في الافكار والاساليب لدرجة ان اسمه ارتبط بموسم رمضان من ايام رامز قلب الاسد لغاية برنامج رامز تحت الارض ورامز مجنون رسمي. ورامز عرف ازاي يخلينا نتفرج ونستنى الحلقة الجاية بشغف. كل سنة بيحقق نسب مشاهدة خيالية وبيتصدر الترندات، وده مش سهل ابدا. الكوميديا والتحدي والابداع هم السر اللي بيخلي رامز دايما في المقدمة. نيجي بقى للفقرة اللي مستنيينها، مين الضيوف اللي وقعوا في مقلب رامز السنة دي. ورامز استضاف مجموعة من أكبر النجوم في الوطن العربي، وكل حلقة فيها قصة شهد. خلونا أحكي لكم شوية عن تفاصيل أبرز الحلقات، ودلوقتي هنستعرض ليكم قائمة بضحايا رامز جلال لرمضان 2025. وأول فنانة معانا أسماء جلال، وتاني فنان معانا أحمد العوضي، وتالت فنان معانا سلمان خان، ورابع فنان معانا الدحيح، وخامس فنان معانا أكرم حسني وحسن الرداد وإيمي سمير غانم وفيفي عبده وأحمد سعد ومحمد عبد الرحمن ومحمد ثروت وويجز وريم مصطفى ومحمد أنور وهشام ماجد ومرهان حسين وأحمد زيزو وحسين الشحات وأحمد فتحي وهدى المفتي ومحمد الشناوي وإمام عاشور وعصام السقا وأسقس وسام أبو علي، مصطفى شوبير، نسرين أمين، كارولين عزمي. كل دول الضحايا المحتملين بالنسبة لبرنامج رامز جلال لرمضان 2025. وطبعا كالعادة ما ينفعش برنامج رامز يمر من غير شوية جدل. الأخبار المؤكدة بتقول إن في ضيف أو ضيفة اتقدم بشكوى رسمية ضد البرنامج بسبب المقلب اللي حس إنه تجاوز الحدود، والقصة لسه بتتصاعد، واحتمال كبير نشوف تطورات مثيرة خلال شهر رمضان. على السوشيال ميديا الناس قعدتها انقسمت بين فريقين، ناس شايفة إن رامز عبقري وكل سنة بيبدع أكتر، وناس تانية شايفة إن البرامج دي مبالغ فيها وإنه لازم يكون في حدود معينة. لكن بصراحة الأرقام مش بتكذب، البرنامج متصدر كل الترندات وكل الناس بتتكلم عنه سواء معجبة أو منتقدة. في النهاية أحب أقول لكم رمضان كريم عليكم، ويا رب دايما يكون شهر خير وبركة. وخلونا نفتكر دايما إن رمضان مش بس مقالب وضحك لكنه كمان فرصة للتقرب من ربنا. أما عن رامز تحت الصدمة، هل يا ترى البرنامج ده هيكمل بنفس القوة ولا هنشوف تصعيد أكبر في الحلقات الجاية ولا هنشوف إيه بالظبط؟ وما تنسوش تكتبوا لنا مين أكتر ضيف استنيتوه تشوفوه، وكالعادة ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة عشان تتابعوا كل جديد. كان معكم عبد الله الجيهة من قناة رايح جاي مع عبد الله الجيهة. اشوفكم في الحلقة الجاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.